في ليلة مظلمة بينما كان الجميع يحتفلون بالمهرجان السنوي في القرية الصغيرة، لم يكن أحد يعلم أن عجلة القدر قد بدأت بالدوران نحو منعطف لم يكن في الحسبان. في وسط الزحام، اختفت نافين الصغيرة ابنة الزعيم فجأة دون أن يلاحظها أحد، وكأنها تبخرت في الهواء. سارعت العائلة للبحث عنها، ومع تزايد الفزع، اجتمع أهل القرية لتنظيم فرق بحث. قاد البحث صديق والد نافين المقرب، كارام، الذي كان معروفا بشجاعته وذكائه. بدأوا البحث في كل أنحاء القرية، المزارع، الغابات المجاورة، لكن دون أثر. وفي تلك الأثناء، في مكان سري بعيد عن الأعين، كانت نافين محتجزة في كوخ قديم على تلة منسية. كان الخاطف مجهول الهوية، لكن أحدهم شهد رؤيا أن السبب في اختفائها كان بسبب قربان قديم كانت القرية تقوم به سنويا لإرضاء الآلهة حسب معتقداتهم القديمة. كارام، الذي كان يعرف هذه الروايات الأسطورية جيدا، بدأ يشك في أن هناك خطبا ما يجب اكتشافه قبل فوات الأوان. قرر الذهاب إلى عراف القرية، المرأة الحكيمة التي كانت تعرف أسرار الماضي. أخبرته أن الخاطف ربما يكون أحد أولئك الذين يريدون إحياء تلك التقاليد القديمة. توجه كارام إلى التلة المنسية مع بزوغ الفجر، حيث اعتقد أن نافين ربما محتجزة هناك. وقبل الوصول، شعر بحركة غير طبيعية وعرف أنه ليس وحده. كان الظلال تتحرك بين الأشجار، وما لبث أن أدرك أنه في خطر. عاد إلى القرية لينظم خطة إنقاذ مع بقية الرجال. قرروا التحرك بسرعة وإنقاذ النافين قبل أن يحل الظلام مجددا. ومع زيادة القلق، ركز الجميع على الوحدة والشجاعة لمحاربة طقوس قديمة كانت على وشك العودة.